السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. اليوم غادي نهضروا على واحد من احسن لي ميليو التيران اللي تم استدعاؤه للمنتخب المغربي الاول، ولكن ما لغالوش وهبي غير هكاك عبثا. عارف محمد وهبي والطاقم ديالو شنو تيدير؟ هاد اللاعب تقاتل وتدرج حتى لقى راسو مع المنتخب المغربي الاول. انه المايسترو ياسين جسيم، اللاعب اللي سبق له فاز مع الايفان بكأس العالم الشيلي واللي قالت عليه الوالده ديالو. Il a marqué 4 choses. Je serai joueur professionnel, je gagnerai un titre avec le Maroc, je participerai à une Champions League et je gagnerai le Ballon d'Or. اللاعب من مواليد 22 نوفمبر 2005 بجنوب فرنسا صالون دو بروفان، وهو من عائلة مغربية من صغره مولوع بالكرة. تمو قالت واحد النهار مشى للفريقو وبدا يلعب بالبيض من كان صغير، من بعد داتو وسجلاتو في واحد النادي سبورتين كلوب دو مونت بافي. الولد كان مهووس بزاف بكرة القدم، يعني البداية ديالو كانت في واحد الجو عائلي، ومن بعد سنة غيقضي واحد فترة قصيرة في مركز موري ASC، ثم في الجامعة OR، وفات في كاع دوك النوادي اللي قراب لدارهم. وكان من المشجعين ديال النادي اولمبيك مارسيليا، مشجع مخلص ما تفوتو حتى مباراة، داير لابونمون. هو ياسين جسيم في الملعب كما كتشوفوا ماشي طويل القامة، فيه 172 وماشي ضخم البنية، بصح متفوق من الناحية التقنية. المدربين ديالو كاملين لاحظوا داكشي، المراوغات ديالو، السرعة، الهربات، التمريرات، الرؤية الذكية في اللعبة ديال كرة القدم، عنده كاع هادشي وكتر. الطموح ديالو هو صغير كما قالت عليه الوالدة ديالو، أنه كان كاتب في دفتر الذكريات ديالو: سأصبح لاعبا محترفا وسأفوز باللقب مع المغرب، سأفوز بالكرة الذهبية. هذه الطموحات الكبيرة في سن مبكر، والعبقرية ديالو في الكرة بعد سنوات قضاها في لاس وفي أفينيون بالداو العينين ديال المترصدين للمواهب ينيشوا عليه، حيث تمت الدعوة ديالو من قبل نادي محترف إيستر في 14 سنة اللي كان قريب لدارهم غير بشي 10 دقائق، وبدا يشارك معاهم في الدوري الأول وحتى الثاني، حتى ولا جسيم معروف على أعلى مستوى في الدوري. في عام 2000 غادي يدخل عالم الاحتراف، كان يسافر في فرنسا، في إسبانيا، وفي إيطاليا، وحتى في تركيا. سخر كاع طاقته لكرة القدم باش ياخذ الخبرة، وفي سن 17 جاتو فرصة التوقيع مع نادي ماغينيين في جنوب فرنسا، وهنا غادي يفجر الموهبة ديالو نيشان وينضم للفريق تحت 19 عام. وكل شيء بقى يهضر عليه وعلى الأداء ديالو، كان خدام في محل ديال المواد الغذائية باش يعاون راسو. وفي 2024 يعيط له نادي غرنوبل، وهذا نهار كبير بالنسبة ليه، حيت غادي يبدا معاهم واخا على مقعد البدلاء، ولكن كان يسلكهم من يدخلوا المدرب في 20 دقيقة التالية. واخا ما يماركيش، بصح صاحب تمريرات حاسمة، عنده الجودة والرؤية التقنية في اللعب، والمدافعين يلقاو معاه الصعوبات. وأخيرا في 18 سنة من عمره غادي يولي رسمي ويلعب 18 مباراة أساسية. من بعد بدا يسجل في الأهداف، وكان يلعب مع الكبار، يراوغ أفضل المدافعين في العالم. وبهذه الموهبة والمؤهلات غادي يحرك التليفون ديال وهبي باش غادي يتصل به ويسولو واش مهتم بلا كوب دي موند الإيفا، ويلتحقوا بالمنتخب الإيفا ويتوجوا باللقب العالمي في الشيلي. وبعد ذلك يعود بقوة للدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وغادي يلعبوا مع فريق ستراسبورغ، وهنا غادي يؤدي جسيم أداء نال الكثير من الإعجاب. وعلى الصعيد الدولي كيتم استدعاء جسيم من طرف وهبي، ولكن هذه المرة على مستوى الكبار، لينضم للائحة المنتخب المغربي الأول إلى جانب زملائه الزابري وباعوف. والسؤال المطروح: هل جسيم حقق فعلا كامل طموحاته والتي جاءت في مذكرة طفولته؟ أريد أن أصبح لاعبا محترفا كما جاء على لسان والدته. كانت هذه جولتنا، وإذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة، وإلى فيديو قادم، إلى اللقاء. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولكم مني أجمل التحيات.